شهدت الآثار حول العالم اكتشافات فريدة وغريبة عبر التاريخ، حملت معها قصصا غير متوقعة وأسرارا عن حضارات قديمة. إليك بعض من أغرب الاكتشافات الأثرية. 1. جيش الطين الصيني. عام 1974 اكتشف مزارعون في مدينة شيان الصينية جيشا كاملا من الجنود المصنوعين من الطين مدفونا تحت الأرض. يتكون هذا الجيش من حوالي 8000 تمثال لجنديين وعسكريين وحيوانات، وقد صنع لحماية قبر الإمبراطور الصيني الأول تاشين شي هوانغ. 2. مومياء تشيليين شينشورو. في صحراء أتاكاما بتشيلي تم العثور على مومياوات تعود لحضارة شينشورو، والتي تعتبر أقدم المومياوات المحنطة في العالم، وتسبق مومياوات مصر ب2000 عام تقريبا. هذه المومياوات الفريدة أظهرت تقنيات تحنيط متطورة وغير متوقعة. 3. بطاريات بغداد. في ثلاثينيات القرن الماضي اكتشفت أوان فخارية في بغداد تحتوي على قضبان معدنية، ويعتقد أنها قد تكون بطاريات كهربائية قديمة. هذه النظرية أثارت الكثير من التساؤلات حول التكنولوجيا في العصور القديمة. 4. مدينة بومبي. مدينة بومبي الإيطالية دفنت تحت طبقة كثيفة من الرماد البركاني في عام 79 مترا عندما انفجر جبل فيزوف. المدينة حفظت بشكل مذهل، وكشفت الحفريات عن تفاصيل حياة الرومان اليومية قبل حوالي 2000 عام، بما في ذلك الطعام واللوحات الجدارية وحتى الأجساد المجمدة في الرماد. 5. بقايا العمالقة في منطقة برودين بولاية كنتاكي. في عام 1876 وجد علماء آثار بقايا هيكلية ضخمة تشبه الهياكل العظمية البشرية لكن بأحجام أكبر بكثير، وقد أثار هذا الاكتشاف أساطير عن وجود العمالقة في العصور القديمة، لكن لاحقا فسر كظاهرة علمية خاصة. 6. الحاسوب القديم أنتيكيثيرا. في حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية تم العثور على جهاز معدني معقد يعرف الآنب أنتيكيثيرا ميكانيزم. يعتقد أن هذا الجهاز هو آلة حاسبة فلكية تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، وكان يستخدم لحساب مواقع الأجرام السماوية. 7. الخرز المتوهج لمصر القديمة. في مقبرة مصرية قديمة عثر على خرز مصنوع من مواد غريبة، وتبين لاحقا أنه مصنوع من نيازك حديدية. أثبت أن المصريين القدامى كانوا يستخدمون قطعا من نيازك لصناعة الحلي. 8. الأصابع الصناعية المصرية. اكتشفت أصابع قدم صناعية في مقابر مصرية قديمة، مما يشير إلى أن المصريين كانوا يستخدمون أطرافا اصطناعية في القرن الثالث قبل الميلاد، وهو ما يعد أقدم دليل على الأطراف الاصطناعية. 9. أحجار دروب الحجر. في كوستاريكا وجدت كرات حجرية ضخمة ومتقنة الصنع تعود إلى حضارة ديكيس. هذه الكرات التي تصل أحجامها إلى عدة أمتار لا تزال غامضة، ويعتقد أن لها دلالات رمزية أو دينية.